واحد السلام عليكم الدراري وتحياتي لكم اخوتي واحد اخوكم برقاني ديكا سبيسيال المغاربه الاحرار كامل. المهم بغيت نهضر معكم في واحد الموضوع اللي مهم بزاف. بزاف الناس كيبقى يبانوا ليا كيطلقوا عليكم سلوكيه، وبزاف الناس مساكن ما قاريش ما واعيش، كاين اللي ما فاهميش، كاين اللي ما عارفش شنو واقع في الحياه، كيبقى نتايا كيقول لي وراك على هذه اللي تقول لي وراك على هذه اللي ديرها سامحينا عليه دير فعل. المهم انا نهضر معكم صريح خويا، ما كاينش شي مشروع في المغرب كيبدا بزيرو درهم. ما كاينش شي مشروع كيبدا بزيرو درهم. حيد هذيك العقليه من دماغك، راه ما كاينش شي مشروع كيبدا بزيرو درهم. راه اي مشروع الا ما كانش عندك السيس الدار كتري. شوف كيقول لك زوقت بيه، الا ما كانش عندك مثلا غنبداو غير بحانوت ديال بيع وشراء تبقاليت بزيرو درهم، واش تقدر تبيع الزيت، تقدر تبيع السكر، منين غتجيب هذاك الشيء؟ اما تقدر تجيب هذاك الشيء الا ما كانش عندك شي حاجه صحيحه. ما تقدرش تجيب الا ما كانش عندك شي حاجه صحيحه. اي مشروع كيبدا بالفلوس وكيبدا بالسيس، فهمتيني؟ كيبدا بلا باز تكون عندك شي حاجه صحيحه ديال بصح غادي تنجح في المشروع ديالك. اما شوف ولا دخلتي الكريدي ودخلتي شي حاجه سميتها الربا على كلشي، لا مع الله لا معك. مشروع اخويا راه كيبدا براس المال، وراس المال باش يبدا بالفكره وكيبدا شنو خصك تنافيكي على راسك وتنوض تدبر على راسك تخدم عليها ديال بصح، فهمتيني؟ الا ما خدمتيش عليها راه ما غتوصلش للهدف ديالك. راه كاين مشروع راه يقدر يبدا ب 1000 درهم 2000 درهم 3000 درهم، تقدر تبيع شي حاجه كوليا تقاشر كراسن كذا، مهم كتبقى غادي بخير وعلى خير، كتجمع شويه 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 حتى كطور راسك. تما تقدر دير راس مال من مليون، كتبيع ديك 2 مليون 2 مليون 3 مليون 4 مليون باش كتقدر تنجح في حياتك وتزيد قدام. ولكن ما تدخلش الحرام وما تدخلش الربا وما تدخلش اطماع. ديما اعتمد على شي حاجه ديالك راسك براسك، كون راسك براسك، خدم عليها، فيق عليها، ضرب على ثمنها والصباح، واي حاجه ضرب فيها ثمنها كون اكيد ربي غيجازيك، فهمتيني؟ اما دوك كيبقى يكتبوا عليكم كيقول لكم غتبدا بزيرو درهم الشركه ديالنا، كيجيبوا واحد لابس كوستيم لابس كرافطه كذا كيقول لك غدير غتفعل غترك كذا الى اخره. تروح عندنا الشركه ديالنا وراك على ديالك صيفط لنا الصابون، صيفط لنا لاكارت ناسيونال ديالك، صيفط لنا هذه دير هذه، هذوك كاملين نصاب باش نكونوا واقعيين. راه ما يمكنش تنجح في حياتك الا ما كنتيش خدام على شي حاجه ديال بصح. ضرب ثمنها غتوصل، دير راس المال غادي تكون راسك وغتكون واحد بيع عشريه ديال بصح. على هادو دابا المقاولين الكبار اللي كيبنيو العباد، راه تما في الاول كانوا كيخدموا في البني وداروا راس المال، شويه ولي دخلوا في بقعه هو صاحبي يتناقشوا باش يشري بقعه، شويه ولاو كيبنيوها، شويه كانوا بايعين بحال هكا باش طوروا راسهم وزادوا لقدام. البيع والشراء كاين اللي كان يبيع تقاشر حتى ولا عنده محل كبير مكازا كبيره ديال البيع والشراء. نكتب عليكم كذاب اخوتي، راه ما كانش عندك راس المال وما كانش عندك عزيمه والاراده وتفيق على الصباح بكري وتضرب على ثمنك، راه ما غتوصل حتى شي هدف ديالك، فهمتيني؟ راه ما غتوصلش. لا انسان باغي يمشي برا، باغي يمشي لالمانيا قرا اللغه الالمانيه، باغي تمشي امريكان قرا لونجلي، باغي تمشي فرنسا قرا الفرنسي. عاد سير عاد فكر انك انت تركب طياره وتمشي عند قوليه وكذا، حيت قوليه ملي غتمشي تما غتهضر ما تلقاش عندك اللغه، غتبقى تبقى في عينك ياس يا با وي وي صافي حاصل. شحال من واحد غارق في الحياه، تريني تهلا في راسك صلي كذا الى اخره، خدم غتوصل. اما ذوك المشاريع اللي كيقول لك مشاريع بزيرو درهم كذبه، هذيك ماشي كذبه العام، كذبه العام كامل عمركم ما تيقوا. المهم خوتي الى عجبكم هذا الجزء غنزيدكم جزء ثاني. تحياتي.